السلام عليكم ورحمه الله. الاخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي، نتوما وحبابكم ومعز عليكم يا ربي يا كريم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديال كيفاش نخدموا المسوس اولا كيفاش نثقبوه، لانه بزاف ديال الاخوات كيلقاو صعوبه في انهم يثقبوا الرشيمات ديال المسوس. واخا كيخدموه واخا، ولكن ما كتجيهمش الخدمه فينيه مزيان، يعني كيبقى الاثر ديال الحراق كيبقى يعني ما كتجيش الخدمه فينيه، ما كتجيش الخدمه زوينه. اليوم ان شاء الله الا تبعتوا معايا هذه الطريقه غادي ان شاء الله توليو كتقبوا المسوس او دوك التقيبات ديال الرشامي ديال المسوس ان شاء الله توليو كيصدقوا لكم ان شاء الله مزيان، توليو كتخدموهم ان شاء الله مزيان. تبعوا معايا الطريقه. اول حاجه انا شاركت معكم الكاويه اللي باش كنخدم. كان سبق لي خديت واحد الكاويه في الاول كتباع هي والسيبوره ديالها فاش كطحط، ولكن جاتني ماشي عمليه، السيبوره ديالها صغيره كطيح ما كتزقاش. فكما كتشوفوا هاد السيبوره هذه ممكن تمشيو عند شي حداد ديروا ليها كابتور وديوها لشي حداد يصاوب لكم بحالها. فهي الصراحه زوينه بزاف، كتشد الكاويه بلا ما تبقاي تحطي هكا في الجنب وطيح ليك ولا. المهم هذه جاتني انايا عمليه بزاف. وبالنسبه لهذيك السويقته اللي فيها في الجنب فحتى هي ممكن تعطيوها شي تريسيان او حتى مول الدروغي راه ممكن يركب لكم فيها هذيك السويقته، باش ملي كتكونوا خدامين ما كتبقايش خدامه وكتحيدي البريز وعاود رجعي البريز كتلقاي صعوبه. هذيك السويقته كتكون قريبه لك، يعني ملي كتشوفي الكاويه سخنات بزاف راكي كطفيها بكل سهوله، ما كتحتاجيش يعني تحيدي البريز وتعاود ترجعيه كل ساعه. هادشي الصراحه كيعرقل الخدمه. وقبل ما كنبدا كنكون حاطه حدايا واحد طريف ديال الثوب، من الاحسن يكون قطن اولا طريف الكرتون. كاين اللي كيدير طريف الكرتون، انايا كنفضل هكا الطريف هكا ديال الثوب ديال القطن كيجيني احسن. كنسخن الكاويه هو الاول، كنسخنها مزيان وكنبدا. هانتوما غادي تشوفوا معايا منين بديت. شوفوا شنو كنمسح منها. يعني ضروري ملي تكونوا خدامين نتوما كتخدموا نتوما كتمسحوا كتنيطويو هذيك الكاويه مزيان، انه الا ما تمسحاتش كتولي داكشي اللي حيدتي اللي بقى في الكاويه ملي كتجي كتقبي، ملي كتعمر هذيك الكاويه مزيان كيولي داكشي كيلصق لينا في هذوك التقابي، كيلصق لنا في الحواشي ديال هذوك التقيبات ديال دوك الكروات الصغار اللي كتشوفوا. كتجي الخدمه ما مفينياش، كتجي محروقه، كتجي دوك البقايا ديال الثوب. هادشي اللي كنمسحو في الطريف ديال القطن، العود فاش كنمسحوه ونحيدوه لا كيتمسح لينا في هذوك التقيبات، فبالتالي كتجي الخدمه خايبه بزاف، ما زويناش، ما كتجيش زوينه. والطريقه باش كنخدم الا رديتو البال ماشي هي كنحط الكاويه وكنهزها، لا كنحط الكاويه كنمشي مع القنيتات. ضروري كنفيني دوك القنيتات قنيات بقنيات. ها نتوما كنخشي كندخل الكاويه يعني الضربه الاولى وكنمشي مع الحويشيات حتى هما كنفينيهم. هذه الطريقه الصراحه كتجي بها الخدمه فينيه مزيان وكتبان الخدمه بانها متقونه. لو بزاف ديال الاخوات كانوا تواصلوا معايا شحال هذه ما عندهم صعوبه صراحه في التقيب ديال الكاويه. كيخدموا الطرز مزيان وكل شيء، ولكن كيجيو حتى لهاد المرحله هذه وما كي ما كي ما كيعرفوش كيفاش شنو يخدموا. هانتوما دائما كنخدم وكنمسح. راكم كتشوفوا دوك البقايا ديال الثوب ملي كيتحرق هما اللي كيبقاو وحدين في الكاويه، اللي ضروري كيخصنا نمسحوها مره على مره. طريقه سهله بزاف بزاف. الا تبعتوا ان شاء الله هاد الطريقه فكونوا على يقين انكم غادي توليو محترفين ان شاء الله في التقيب ديال المسوس. الكاويه ما كنخليوهاش حتى كتسخن بزاف. علاش قلت لكم هذيك الساقطه اللي كتكون فيها، ديك السويريته اللي كتكون فيها كتشعل وكتطفى منها. فمنين كنشوفوها يعني سخنات بزاف بدا الدخان كيعطي منها كنطفيوها، ما كنخدموش بها، ما كنخليوهاش مبرونشيه شعل يعني شاعله وحنايا خدامين فيها حتى كنساليو، لا كنخدموا بها واحد شويه. كتبان لينا الكاويه سخنات، انه الا سخنات اكثر من القياس غادي تولي تحرق لينا الخدمه ديالنا، كتولي كتطلق اللون احمر. شوفوا شحال كنحيد منها. يعني هذاك الشيء الا بقى لاصق في الكاويه كي قلت لكم فراه كيخصنا الخدمه. كنخدموا وكنمسحوا كنيطويو وكنمشيو بشويه بشويه
حتى كنمسحها مزيان. ولا بانت ليا كاع عمرات مزيان اولا ولات حرشه من الجناب اولا كيكون عندي داك القاعد الحرش ديال الزيرو كيكون رطيب بشويه، كيكون اللون ديالو كحل، كندوزو عليها مزيان، كنديرو فوسط من هذاك داك الطريف ديال الثوب باش ما كيحرقنيش. كنديرو فوق من هذاك الطريف ديال الثوب وكنمسحها مزيان، كنحكها باش كاع دوك البقايا وداكشي اللي كيكون ديال الكحوله لاصق فيها كيتحيد بكل سهوله. هانتوما ردوا معايا البال مزيان راه الصوره واضحه. كندخل الكاويه كنتقب هو الاول، عاد كنمشي مع دوك القنيتات قنيت بقنيت، ماشي هي كندخل الكاويه كنحط. انا كنشوف مني بعض الاخوات في طريقه الخدمه ديالهم كيحطوا الكاويه وكيهزوها، كيحطوها وكيهزوها. لا يعني كنحطها هو الاول، كنتقب هذيك داك الكارو كنتقبوه هو الاول، عاد كنمشي مع دوك الجنيبات حريف بحريف، كنفيني كنحاول نفيني وحتى كنسالي. بعض المرات من كنسالي الخدمه ديالي كامله كنعاوتاني كنشوف شي بليصه ما باقي فيها شي تويب لاصق، شي بلاصه ما مكوياش مزيان، فكنعاودها. طريقه كي قلت لكم سهله بزاف. والكاويه الا قدرتوا حتى هي ديروا فيها هذيك الساروت حتى هي راه مزيانه، غادي تسهل عليكم الخدمه بزاف. ومنين تكونوا كتخدموا ردوا البال دائما الطرف ديال الثوب يكون يعني تكونوا شادين المرمى مزيان، تكونوا هازينها للفوق باش ماشي من تكونوا كتقبوا حتى الثوب من التحت. ودائما انا فاش كنبغي نخدم يعني ما كنشدش الثوب غير هكاك بوحدو غير هكاك يعني وكنبقى كنتقف فيه، لا كندخلوا المرمى هو الاول وكنجبدو مزيان بحال اللي غادي نطرز. عاد ديك الساعه كنبدا كنكوي باش كنخدم على راحتي. ملي كيكون الثوب مجبد فكتخدمي على راحتك وما كتلقايش مشاكل. دائما انا كنخدم انا كنمسح، وحتى الا كانت الكاويه سخنات ليا بزاف فكنديرها في الطريف هكا ديال الثوب حتى كتحيد من داك الجهد ديال السخونيه مزيان. عاد كنعاود نخدم بها. ما تخدموش بالكاويه وهي سخونه بزاف، وما تخدموش بها وهي عاوتاني ما سخوناش، انا كانت ما سخوناش ما غاديش تقبل لكم مزيان. وهذه هي الطريقه ديالي في التقريب. نتمنى ان شاء الله ان الاخوات المبتدئات يطبقوها ويخدموا بها، فراه هي كتعطي نتيجه زوينه بزاف وكتخلي لكم الخدمه ان شاء الله من بعد تجي متقونه ومفينه. وشكرا بزاف على الاخوات اللي يعني كومونطاو لي في الفيديو السابق سنه وحشناك شحال هادي ما شفناك غبرتي علينا. فانا ان شاء الله نحاول ان شاء الله يا ربي ادعيو معايا يوفقني الله سبحانه وتعالى ونبقى نحط لكم ان شاء الله فيديوهات هكا مره ونبقى نطلع لكم مره ما نغبرش عليكم، انه هي مساله وقت لا غير، لانه الوقت صراحه كيزاحم. وصافي كنبقى معاهم غاديه بحال هكا. الا بانت لي شي بليصه ما فينياش مزيان انا كنعاود نرجع ليها، وهكا يعني طريقه سهله بزاف. نتمنى ان شاء الله تكونوا تستافدوا من هاد الطريقه هذه وتطبقوها وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وخدموا حيدوا منكم العجز. راه العجز ما كيعطينا والو، العجز راه كيرجعنا يا اللور. نتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، نشمروا على كتافنا وسيدي ربي هو ولي التوفيق. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر والى اللقاء.